نعود وطنيا مع الشأن الحزبي. حزب جبهة القوى الديمقراطية عقد اليوم بالرباط مجلسه الوطني، وركزت أشغاله خصوصا على استعدادات الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة. روبورتاج مبارك إبراهيمي. الدورة الثامنة للمجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية تعتبر آخر دورة للمجلس قبل الانتخابات التشريعية المقبلة. خلال هذه الدورة تم تقديم تقرير المجلس الذي يعتبر خارطة طريق بما يتضمنه من رؤية للحزب للقضايا المطروحة وطنيا في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هناك مهام مطروحة للبلاد، منها أولا الدفاع على قضية الوحدة الترابية، كذلك مهام تمنيع الاقتصاد الوطني وصياغة تعاقدات جديدة في المجال الاجتماعي بما يسمح للمغاربة من أجل تجاوز الوضعية المتأزمة التي يعيشونها. التقرير يعتبر نواة البرنامج السياسي للحزب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة الذي سيعرضه على الناخبين كبديل من شأنه أن يقود نحو تنمية مستدامة. كانوا اقتراحات قبل ما يخرج هذا الاخوان في الامانه العامه، غير اللي بغينا نقولوا على ان دابا بقى خص الشعب المغربي ولا المواطن المغربي هو اللي خصو ياخذ على عاتقه هذه المسائل هذه. دعم النساء في مرحله الانتخابات التشريعيه في اللائحه الوطنيه، وليس فقط اللائحه الوطنيه لانها تخص النساء، ولكن حتى في اللائحه ديال الشباب. ويسعى حزب جبهة القوى الديمقراطية من خلال تقرير المجلس الوطني إلى إعادة روضة الثقة وتوطيد البناء المؤسساتي عبر وضع العمل السياسي الجاد على سكة الممارسة الديمقراطية من خلال احترام قواعدها وآلياتها.